فللاسف يعني الناس لو فاكره او اتفرجت على الفيديوهات بتاعتي المطبخ فاضي، كل حاجه فاضيه. التلاجة طبعا نقفل التلاجة وكل. انا وصلت المكان فيه فراخ ويبيعوا بيض ويبيعوا فاكهة. ده طبعا نوكيا N70، سنغافورة لكوريا، المكسيك لكندا، طبعا مصر، سانتا مونيكا. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. طبعا للاسف معرفتش اصور لكم اي حاجه اثناء وانا بفك الحاجات دي كلها، بس ده شكل البيت. تعالوا اوريكم. المطبخ فاضي، كل حاجه فاضيه. التلاجة طبعا هناكل التلاجة وكل الحاجات الكراتين دي هناخدها. احنا بس قاعدين دلوقتي حاليا منتظرين العربية او الناس اللي هم جايين. الكمبيوتر والحاجات دي كلها اتشالت. طبعا مش هينفع اخش لكم الأوضة جوه، بس هناخد الحاجات دي برضو. فده شكل البيت، الواحد تعبان جدا في الصيام. هوريكم بقى الجراج شكله عامل ازاي تحت. ده جزء من السرير. وسكة. وده الجراج. طبعا عشان نعمل طريق. ده بقية الحاجة، سراير، حاجات تلفزيونات. وده الزبالة. فا أول ما إن شاء الله الناس بتوع النقل أو العفش لما بينقلوا يعني يجوا إن شاء الله، هشغل الكاميرا تاني. طبعا هحاول مصورش كتير علشان أنا محتاج أشتغل ومحتاج أنزل حاجات ومحتاج أساعدهم. بس يعني إن شاء الله إيه، هوريكم كده بعض الحاجات اللي احنا الناس بتعملها إن شاء الله. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. الفيديو منتظر زي ما وعدتكم ان شاء الله. اول ما ننقل او اول ما نعزل ونظبط الدنيا هعمل لكم فيديو من البيت الجديد اللي احنا لسه ناقلين فيه. زي ما انتم شايفين دي المنطقة قصاد البيت، المكان اللي احنا واقفين فيه. النهارده الشمس طالعة والجو حلو، جو ساقع شوية بس الشمس طالعة زي ما انتم شايفين حامية جدا. امبارح كان الجو بيمطر. احنا حاليا واقفين قصاد البيت. ده المنظر قصاد البيت الصبح. تعالوا بقى ايه اوريكم البيت شكله عامل ازاي من جوه وازاي نظمناه، واعرفكم بالظبط البيوت هنا في امريكا عاده بتبقى اللاي اوت بتاعها عامل ازاي. فياريت في بدايه الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو ما عملتش سبسكرايب ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بسم الله تعالوا معايا. زي ما انتم شايفين ده البيت من بره. ده جنينة. طبعا في واحد بيبقى بيجي كل يوم تلات علشان يقص الزرع ويظبط الدنيا ويسقي الزرع ويظبط المكنة ويعدل كل حاجة يعني بصراحة. ودي العربية بتاعتنا احنا راكنينها قصاد البيت علشان الجراج لسه لسه مليان حاجات، لسه مليان كراتين. وده الجزء اللي على اليمين، وده الجراج زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى اوريكم البيت شكله عامل ازاي. بسم الله. طبعا ركبنا كاميرا هنا تبع ارلو علشان لو حد جه ندوس وبتتصل بيه على طول. زي الرينج كده، رينج فون او رينج بيل. بسم الله. نقلع بقى الشبشب ده ونلبس الشبشب التاني. هنا عندنا بوليسي في البيت، الشبشب بتاع بره ما يبقاش الشبشب بتاع جوه الصالة. علقنا التلفزيون وركبنا السماعات وحطينا كل حاجة. دي سجادة بتاعتنا، ودي كنبة اللي كانت عندنا في البيت القديم. ودي مكان كده كل حاجة في كل حتة للأطفال الصغيرة بتلعب فيها زي بلاي بين. وبعد كده نخش بقى على المطبخ. طبعا معلش يعني ايه، في حاجات كده لسه في كل حتة. لسه مخلصين الأطفال الصغيرة لسه مخلصة فطار. وده المطبخ. طبعا حطينا بقى الحاجات بتاعتها كلها.
ودي التلاجة. دي كل الأماكن اللي أنا ومراتي سافرناها، أو في حاجات مراتي سافرت لوحدها، وفي أماكن أنا وهي سافرناها مع بعض، وفي أماكن أنا سافرت فيها لوحدي. فدي كل حاجات من الفلبين لتاجايتاي لسنغافورة لكوريا المكسيك لكندا، طبعا مصر، سانتا مونيكا، باريس. دي مدينة، دي جيرماني. دي في إيرفاين، كوريا، تايوان، تشاينا، نيو مكسيكو. ايه تاني اريزونا، زايون وليك تاهو كنا مع بعض، يوتا. برضه هنا هنلاقي شيكاغو، لاس فيغاس، اعتقد دي جابان، ودي سولفينج مدينة في كاليفورنيا، وسنغافور وسان فرانسيسكو، لوس انجلوس. اماكن كتيرة سافرناها انا ومراتي، حاجات هي سافرتها لوحدها، حاجات انا سافرتها او زرتها لوحدي. برضه حاجات هنا. تعالوا بقى ايه، ده كرسي لبنتي عشان تاكل، ودي الدايننج اريا. طبعا هنا في كولكشن كبير لمراتي من الكوبايات بتاعت الستاربكس. طبعا الكوبايات دي كلها شاريها قبل موضوع المقاطعة عشان الناس اللي هتكتب لي في التعليقات، بس كل دي ستاربكس. وفي كمان كوبايات هنا مية ستانلي، برضو دي حاجة لسه نازلة جديدة هنا، فمراتي مهووسة بالحاجات دي. تعالوا بقى ايه، طبعا الركن الشعبي الحاجات من مصر. ودي ساين انا بابا كان عاملها على الكمبيوتر وانا كنت ملونها. ودي برضو صورة كنت شاريها كنت شاريها في شارع زي يارد سيل كده، كان واحد بيبيعها، مش عارف كنت شاريها ب$15. وكمان في ساين هنا احنا اللي عاملينه، بابا اللي عامل له ديزاين على الكمبيوتر. وكان دايما نفسي احط الساين ده على البيت ان شاء الله لما اشتري بيت يعني. فلو حابب تعمل حاجة زي كده، لو انت في امريكا وعايز تعمل حاجة بالشكل ده، تكتب عليها اسمك بالعربي بالتشكيل وتلون ونحط عليه ايبوكسي، عرفني في التعليقات. احنا بنعمل اوردرات زي كده للناس. تعالوا بقى ايه اوريكم بقية البيت، وبعد كده هطلع اوريكم الجنينة شكلها عامل ازاي. هنا المكتب بتاع مراتي، ده حاجة الشغل كلها بتاعتها. ساعات انا طبعا بسرق المكتب وبحط اللابتوب بتاعي عليه واكلمكم من عليه، بس يعني ايه، ده المكان اللي هي بتشتغل منه. ده كل الحاجات بتاعتنا، الكتب والحاجات تبع الشغل. ودي الترابيزة الصغيرة اللي بيطلع من عليها الفيديوهات اللي انا بنزلها على اليوتيوب. حاجة الجيم والشنطة بتاعتي، طبعا الحاجات دي لسه بنحاول نظبطها يعني. فتعالوا نشوف بقى ايه تاني. دي الغسالة والواش اللي هي الواشر والدراير، والكابينتس اللي فيها الحاجات المنظفات والحاجات اللي مراتي بتستخدمها. وكمان هنلاقي الجراج لسه مليان كراتين. طبعا الجراج كان مليان كراتين كتير كتير كتير، بس حاليا يعني مش كراتين كتير كتير كتير. وده الشكل، دي العجلة بتاعتي. ودي لعبة لسه شارينها للأطفال، إن شاء الله هنبقى نفتحها لهم في الصيف أو لما الجو يبقى حر شوية علشان يلعبوا فيها في الجنينة ورا. ايه رأيكم في البيت لحد دلوقتي؟ عرفوني في التعليقات. بقالنا ايه تلات أسابيع أهو أو أسبوعين وشوية، ولسه طبعا لسه بنوضف فيه وبنظبط فيه وبنحط الحاجات بتاعتنا فيه في كل مكان. وكمان هنا هنلاقي كلازت كده بنحط برضه، حاطين فيها حاجات جواكت وشنط وحاجات كده ملهاش أي لازمة. ودي الأوضة بتاعتنا، السرير بتاع الأطفال، السرير بتاعنا. وكمان في أكسس من البلكونة أو من الأوضة للباك يارد، مش عارف انتوا شايفينهم ولا لأ، بينضفوا. تعالوا بقى ايه اوريكم الجنينة شكلها عامل ازاي. جالي في تعليقات كتيرة ان الناس بتتكلم ان البيت سعره غالي، منطقة مش كويسة، كتير قوي المبلغ اللي انت هتدفعه ايجار. فللأسف يعني الناس لو فاكرة او اتفرجت على الفيديوهات بتاعتي. واو واو، الناس كتير كتبت لي في التعليقات وحتى رسالة شخصية، حرام عليك المبلغ ده كتير كده 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 كده. ف طبعا انا الكلب بتاعي واشتريت له بيت
كنت عامل له بيت بصراحة، بس يعني لقيت ان شراء البيت هيبقى ارخص من ان انا ابني بيت واشتري الحاجات دي كلها. فدايما الجو كان بيمطر، فاحنا لسه حاطينها هنا. ودي الجنينة. قولي هاي يا ماني. قولي هاي يا أمنية. هاي. جود جاب، شاطرة يا أمنية. كورة. وهنلاقي طبعا العربيات بتاعتها والبولينج. وريني يا مني، وريني يا مني. يلا هدفي، 1 2 3. واو. اوكي كده. بس كمان طبعا في جيران. دي الجنينة شكلها جميل عامل ازاي. زي ما قلت لكم في جنايني بيجي كل يوم تلات، ده تبع الايجار، احنا ما بندفعش حاجه، صاحب البيت هو اللي بيدفع كل حاجه. بيجي ينظف ويقطع ويكسر ويشيل ويحط ويعمل كل اللي محتاج يعمله. وزي ما انتم شايفين لحد دلوقتي طبعا في سولار بانل، ما عادش باين ولا لا في الكاميرا. برضو ده تبع الايجار. هاي كيرا، هتشركوا بقى. هاي كيرا. الناس اللي كانت بتسألني برضو بتتكلم معايا على موضوع السكيورتي وموضوع الكاميرات والمراقبة الواحد ممكن يكون حد يكسر البيت يخش واحنا نايمين وكده. طبعا كيرا دايما نايمة في الجنينة، ودايما يعني ودانها شغالة 24 ساعة في 24 ساعة. لو حتى لو فتحت الباب عندي في الأوضة بالليل جوه البيت بتسمع فتحة الباب وبتقف وبتشوفها. كمان برضه انا مركب كاميرات في كل حتة في اجزاء الجنينة يعني. ف اه خلاص كده انا اوريكم البيت. تعالوا بقى اوريكم المنطقة شكلها عامل ازاي من بره، وكمان هوريكم بالظبط انا لما عرفت ان احنا هننقل في مدينة ريفر سايد كان ايه تفكيري وايه اللي جه في دماغي. وبعد كده هوريكم بالظبط ريفر سايد شكلها عامل ازاي، المكان اللي احنا عايشين فيه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الفيديو يعجبكم، فيا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن، عايزين نخلي الفيديو ده عليه 500 لايك. طبعا انا مش عايز 1000 لايك و2000 لايك وكده، 500 لايك مش وحشين. ونقول بسم الله تعالى بقى نركب العجلة ونلف شوية في المنطقة وأوريكم بالظبط المنطقة دي شكلها عامل ازاي. يلا معايا. بصوا بقى يا جماعة، وانا بنقل وبطلع حاجات من الكراتين لقيت حاجة حبيت اشارككم بيها. انا متأكد ان في ناس كتير هتيجي في دماغها اوقات معينة، ذكريات معينة، حاجة مرتبطة بحاجة زي كده. تعالوا اوريكم ايه الحاجة اللي انا لقيتها في الحاجات بتاعت مراتي هنا واحنا بنعزل. بصوا شايفين ده؟ مين فاكر التليفون ده؟ ده طبعا نوكيا N70. التليفون ده اللي كان بيبقى شايله بيبقى من أغنياء القوم، أو يعرف حد في الخليج، أو معاه شغال شغلانة كويسة. لما نزل كان حاجة كبيرة جدا. وطبعا برضو التليفون ده أنا ما شلتوش قبل كده، بس كنت بشوف ناس كتيرة معاها التليفون ده. برضو نوكيا، مش فاكر رقمه بصراحة. ده الوش، وده دي الشريحة بتاعته. انا حبيت اشارككم بالذكريات الجميلة. طبعا الحاجات دي بتدينا ميموريز كتيرة. برضو تليفون زي ده زراير. برضو ده تليفون تاني برضو. وده تليفون سامسونج. صراحة الفترة دي من حياتنا كانت أحسن فترة. كان لسه التليفونات طالعة بقى، وازاي ان انت اصلا تتصل بحد من تليفون. وكمان في حاجة زي كده LG، ده بزراير بالشكل ده. قولوا لي ايه رأيكم، التليفونات دي فكرتكم بايه في التعليقات. بصراحة دي التليفون ده فكرني لما نجحت في تالتة اعدادي، ومامتي جابت لي تليفون كان يعتبر اول تليفون ليا. كنت فرحان جدا. كان جاي مستعمل طبعا، كان جايب التقسيط عشان كان حالة متعثرة معانا شوية.
بس انا فاكر كتير، يعني فاكر قوي التليفون دوت وانت بقى ميموري كارد وممكن تبعت بلوتوث، وده التليفون فيه كاميرتين، كاميرا قدام وكاميرا ورا. فيا فكرت بحاجات كتيرة جدا، فيا ريت اعرفوني في التعليقات ايه رأيكم في الحاجات ديت. بصراحة انا طبعا مش ناوي ارمي حاجة زي كده. حاولت اشغله ما كانش عايز يشتغل. ممكن يكون البطارية، حاول اشوف ممكن اجيب له بطارية من على امازون ولا حاجة، واقول لكم برضو ان شاء الله. يعني لو حاجة، لو التليفون ده اشتغل ولا حاجة بقول لكم في فيديو تاني ان شاء الله. تعالوا بقى اوريكم مكان من فوق بالطيارة، فوق البيت بالطيارة. تعالوا اوريكم المكان شكله عامل ازاي. طيارة يا ده شكل الطيارة. تعالوا بقى ايه اوريكم المكان من فوق شكله عامل ازاي. باي باي باي. I go over here. So low battery. تعالوا بقى المنطقة زي ما انتم شايفين جميلة جدا. هنلاقي جبال على كل حافة من المدينة. جبال 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 كتيرة، ومزارع برتقال كتيرة برضو. طبعا البتاع عمال سفر بتقول ان البطارية هتفصل، محتاج اشحنها. ف زي ما انتم شايفين هناخدها تاني. باي باي. اوكي شباب، تعالوا بقى اوريكم منطقة شكلها عامل ازاي من شوية. شايفين الجبل اللي قدامنا ده؟ طبعا الشارع ده في نهايته مقفول، بس انا حبيت اوريكم المنظر بتاع البيوت على اليمين وعلى الشمال. منطقة شكلها قديم شوية. طبعا خلال الفترة اللي انا قاعد فيها حاليا يعني اتكلمت مع الناس الجيران اللي ساكنين حواليا، البيتين اللي جنبي وكده، وفهمت ان المنطقة من الثمانينات، وتلات ارباع الناس اللي عايشة هنا موجودة من ساعة ما المكان اتبنى. الناس السكان القدام اللي كانوا ساكنين في البيت قبلينا، او اللي هم كانوا بيملكوا البيت، دول ناس كانت كبيرة في السن، اعتقد اتوفوا هم في اواخر الثمانينات. اللي قال لنا الكلام ده يعني جارتنا برضه، هي كانت مولودة هنا وعايشة مع باباها لحد دلوقتي، تهتم بيه وكده صحيا يعني. ده البيوت، ده شكل البيوت، شكلها جميل جدا. ان شاء الله في نهاية الفيديو هطير لكم الدرون بتاعي واوريكم المنطقة من فوق شكلها عامل ازاي. دول ناس شكلهم عمال شغالين. هاي وكده احنا هنكون وصلنا لنهاية الشارع اللي انا ساكن فيه اهي. انا بقى نلف ونروح منطقة تانية واوريكم الشوارع شكلها عامل ازاي والبيوت شكلها عامل ازاي. اهي ناس طيبين اوي خير. ايه رأيكم في المنطقة لحد دلوقتي؟ هل تسكنوا في منطقة زي كده ولا لأ؟ بعرفوني في التعليقات بالسعر اللي انا قلت عليه في الفيديو اللي فات. طبعا ده البيت التالت اللي هو كان في اخر بيت اتفرجنا عليه في الفيديو اللي فات، كان 3250 دولار في الشهر، زائد شهر ديبوزيت، زائد 600 دولار فيز للكلب.
طبعا الفلوس دي كلها بترجع لينا يعني. احساس حلو ان انت تطلع كده وتتمشى في الهواء. اوكي هم عاملين ممشى بالعجل، بس انا عايز امشي على الطريق دوت واوريكم. اللي على اليمين ده كله شجر برتقال طبعا لاي حد يعني ببلاش. لو انت ماشي هنا حابب تاخد برتقال في فترة في السيزون بتاع البرتقال، بتاخد برتقال عادي خالص عشان ده في الشارع في البابليك. شايفين كمية البرتقال اللي على الشارع مرمي ازاي؟ كل ده واقع في الارض ومحدش حتى بيلمه يعني. شايفين البيت ده شكله عامل ازاي؟ ليمون، شايفين كل ده شجر برتقال على اليمين. بصوا يا جماعة، انا وصلت المكان فيه فراخ ويبيعوا بيض ويبيعوا فاكهة. تعالوا نخش نشوف المكان ده شكله عامل ازاي. شايفين الفراخ زي مزرعة فراخ كده، وكمان بيبيعوا البيض بتاعهم. فراخ اهي. دي أول مرة في حياتي في أمريكا أشوف المنظر ده، حاجة جميلة جدا. تعالوا نشوف المحل ده بيبيع ايه بالظبط. عرفوني في التعليقات ايه رأيكم في الشارع والبرتقال والشجر والمنظر الرائع اللي أنا بشوفه كل يوم. تعالوا نخش نشوف المكان شكله عامل ازاي من جوه. كده اهم حاجه يكونوا فاهمين وفاكرين ان المكان ده بيبيع كل حاجه اورجانيك، كل حاجه بتبقى مزروعه لوكالي يعني في المنطقه. الناس اللي ساكنين في المنطقه هنا هم اللي يعني هم المزارع بتاعتهم هي اللي بتطلع كل الخضار والفاكهه. ده اكياس برتقال زي ما انتم شايفين، وبعد كده هلاقي الكرنب. في كرنب كبير اهو، حلو الكرنب ده، اول مره اشوف الكرنب ده برضه هنا موجود. وفي البيتش اللي هو بتاع الأحمر، وكمان عندهم موز وأناناس وجينجر اللي هو الجنزبيل وبصل، وكمان عندهم عسل نحل. هاي
والبصل. What kind of honey is that? What's do you know the? That's the orange blossom. Oh, it's orange blossom. Is that? Is it added anything? It's all organic. No, it's just pure honey. Oh, it's pure honey. Did you guys make it or someone? Yeah. Oh, you No, guys. we Oh, you have guys. it in Cajalco and Wood. Oh, okay, okay. You guys don't have samples for it? Yeah. Oh, that'll be great. عندهم عسل وكمان عندهم بلح. سألتها البلح ده قالت لي البلح العسل اللي هم اللي بيعملوه برضه هم اللي مطلعينه وعندها سامبو وكمان عندهم سامبو للبرتقال دوت. ناخد واحدة دي. طعمه حلو جدا. شوف بقى زبالة. شوف مكان نرمي فيه الزبالة. هاي. Oh, thank you. هي بتجيبنا العسل. Do you guys have like a name or company or? Menos Farms. Okay, that's on Aquí tengo la llave. Thank you. Thank you. It's really good. It is. How much is it? $21. طعمه جميل جدا جدا. You take a card? Yes, we do. How much this one? That's $12. That's 1 pound. $7? 12. 12. Okay. That's 1 pound. Then we got it 2 pounds. For That, 21. that's 2 pounds? Oh, okay. Oh, yeah, it's same 2 pounds. Wow, this is really good. Let me see if I have cash in my wallet. But she said she takes a card. That's why I asked her. Yeah. I usually don't put money in my card though. I don't carry money on my card. طعمه حلو جدا خلي بالك يا جماعة. Oh, thank you. ده $21. Really really good. طعمه حلو جدا. أنا بحترم العسل الطبيعي وبحترم العسل الحقيقي فلما بلاقي حاجة زي كده بشتريه على طول. كويس إن الواحد معاه كاش. I have cash. That's good. $21. So it's 21 plus tax, right? No, we don't tax it. Oh, just like that. Oh, okay. Yeah, كمان ما بيشارجوش تاكس هو بس $21. Alright. Thank you so much. Alright. Yeah, thank you. It's really, really good. Have a good day. Thank you. Bye. اوكي كده جبنا العسل. مكان جامد جدا بصراحة. يا ريت يعني لو انت في المنطقة او في اي مدينة وساكن في امريكا وما تشتريش الحاجات بتاعتك من المحلات علشان عادة المحلات بتبقى حاجتهم مش طبيعية ومش حقيقية وضايفين عليها عسل زيت وسكر ومية وحاجات ضايفين عليها حاجات كيماوية. مكان جميل بصراحة. شايفين الناس بترش الزرع ودي الفراخ وده اسمها فارم ايجز. طبعا الحاجة اللي انا كنت اصلا داخل اسأل عليها البيض نسيت اسأل على البيض
فايه خليها مرة تانية ان شاء الله. تعالى بقى ايه نطلع نكمل في الشارع دوت واوريكم بالظبط المدينة شكلها عامل ازاي. حقيقي العسل بتاعها جميل جدا جدا جدا. انتوا عارفين الواحد من مصر ويعني في فترة كده ما لما انا كنت موجود كانت حاجات كتيرة طبيعية، اللبن والزبدة والعسل والكلام ده كله. فالواحد يعني ما مستفقد، اسمها ايه بتتقال ازاي يعني، الواحد فاقد الاكل ده. فلما كل ما بيجيلي فرصة وبلاقي مكان زي كده ما بقفش يعني، ما بقف على طول وبشتري منهم الحاجة اللي انا محتاج اشتريها، حتى لو انا مش محتاجها دلوقتي انا متأكد ان انا هحتاجها كمان شوية، خصوصا ان انت بيبقى عندك اطفال ودايما يعني عايزين ياكلوا وبتاع وكده. فايه تعالوا بقى نكمل الطريق بتاعنا. المعلقة really good. طبعا يا شباب الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في الفيديو دي انا زيكم اول مره اشوفها برضو، يعني اول مره اطلع بالناحيه دي في الشارع، وكمان اول مره اركب العجله وامشي المسافه دي كلها. فانا ايه رايكم بقى، عشان الطريق هو الناحيه التانية، فانا هوريكم دلوقتي اطير لكم درون في المكان اللي انا فيه من فوق، واوريكم المدينه شكلها عامل ازاي والمنطقه شكلها عامل ازاي من فوق، وبعد كده نقفل ان شاء الله، نقفل الفيديو عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. فعرفوا لي التعليق ايه رايكم في المنطقه. طبعا انا حاسس ان انا ماشي في مثلا ايه، رايح عين غصين، رايح منطقه ارياف شويه. من انا طبعا الناس اللي عارفين انا من اسماعيليه، فبس انا ساكن في المدينه شويه. بس لما ببقى مثلا رايح الاماكن اللي هي اللي هي القرى اللي جنب المدينة وكده، بتلاقي بقى شجر وزرع وترعة، وناس بتبيع مانجا على الطريق، وناس بتبيع برتقال وبطيخ على الطريق. ف اداني فلاش باك كده. عرفوني ايه رايكم في المنظر، عرفوني ايه رايكم في المكان برضو. فتعالوا بقى اوريكم المنطقة من فوق شكلها عامل ازاي. على الاول ايه، نطلع الدرون انا حاطه في الشنطة اللي انا لابسها، ونظبط الدنيا ونشوف المكان من فوق شكله عامل ازاي. اوكي Take off. بسم الله. مفيش حاجة فوقينا، ممكن نطلع على قد ما نقدر. شايفين كل ده شجر. اوكي كل ده منطقة زراعية. شايفين كل دي مزارع، كل ده شجر برتقال، شجر فراولة أو يعني فراولة. ده الشارع اللي احنا كنا ماشيين فيه. شايفين الجبال في كل مكان. الجو بيمطر بقاله فترة، فالأرض كلها خضرة
الناس كمان مهتمية جدا بالزرع هنا والنجيلة والدنيا دي كلها. فكده خلينا بقى ايه نتمشى شوية من الناحية دي ونشوف المنظر تحت عامل ازاي. شتل والصوب زراعية. واو يا جماعة ايه المنظر الجامد ده. هي دي ريفرسايد. انا في فترة يعني اول ما سمعت ان احنا ممكن ننقل ريفرسايد جه في بالي ريفرسايد واو 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 كل ده الشجر برتقان يا شباب. اتمنى بس الواحد ما يفقدش الكنترول بتاعها بتاع الطيارة. اوكي كده انا بدأت احس ان وده المكان اللي قدامنا هناك ده المكان اللي انا اشتريت منه العسل لو انتوا فاكرين. المكان كان شكله عامل ازاي من فوق. الناس اللي كانت بترش واو. ملاعب بيسبول، كرة قدم. ده شكل المدينة من فوق يا شباب. وده ردا للناس اللي كانت بتقول لي ان المكان غالي والمنطقة مش كويسة او المنطقة مش عارف ايه. طبعا في ناس قالت لي طالما اسمها ريفر سايد يبقى ده معناها حاجة كويسة وبتاع. بس التلات ارباع الناس اللي كانت بتكتب لي في التعليقات وبتبعت لي على الخاص خلي بالك من ريفر سايد او البيت شكله مش عارف ايه او البيت غالي جدا او ايه الاسعار الكتير اللي انت بتبص عليها دي. فده المنظر من فوق يا شباب. دي زي بلاي جراوند كبيرة. في ناس زي ما قلت لكم دي ملاعب كرة قدم ودي أطفال بتلعب ايه. اوكي يا شباب time to go back home. اعتقد يعني انا كده ماشي في الطريق الصح. عايزينها تبقى خضرة الأرض صحراء خضرة عايزينها تبقى خضرة. مش عارف بصراحة ايه اللي هم بيعملوه هنا. ممكن مثلا بيلموا مية المطر أو حاجة. أعتقد أنا شايف نفسي. ايه رأيك شايفيني ولا مش شايفيني أو مش فاكرين هتلاقينا منين ولا لأ. شايفين النخل عامل ازاي. أنا واقف تحت اهو. اوكي ده شكل الشارع ماشي لحد الاخر. كمان الناحية التانية الشارع ماشي لحد الاخر. يبقى كده تبقى ايه هننزل لتحت. ونهبط بسلام اتمنى يعني. ان شاء الله عرفوني في التعليقات لو عايزين نعمل فيديو كامل على الدرون وازاي الواحد بيتحكم فيه. ممكن نسامحها.
اوكي كده احنا بنقول نوصل بالسلامة على في طريقتين، يا اما تنزلوها على الارض يا اما تمسكها كده وتقلبها. بيبقى كده احنا نوقف الكاميرا. يبقى احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو ده. انا حبيت اوريكم البيت، اوريكم المنطقة، وارد على اسئلتكم من ناحية السعر غالي او مش غالي، واوريكم الشوارع شكلها عامل ازاي. يعني للناس اللي كانت بتقول لي انت بخيل اقلب الكاميرا ورينا الشارع الناحية التانية عامل ازاي وكده، فهوريكم بقى الشارع يعني انا طبعا هروح هشغل الكاميرا هوريكم لحد ما اروح الطريق يبقى عامل ازاي. يا ريت ما تنساش تعمل لايك لو ما عملتش لايك لحد دلوقتي، ويا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب لو ما عملتش سبسكرايب، وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد مني ان شاء الله. واشوفكم في حتة جديدة في مكان جديد من كاليفورنيا. السلام عليكم.